السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ وحشتوني. والله النهاردة مش جاي اتكلم على الموشن جرافيك خالص. حقيقي انا مش مرتب اي حاجة خالص. انا قلت ما اتناقش معكم بالذات في الظروف الصعبة دي او في الحياة دي. صعب انك انت تواجه الحياة دي كلها لوحدك. كنت عايز اتناقش بعيدا خالص عن المجال. كنت عايز اتكلم على امور كده ممكن تفيدني انا وتفيدك، واكيد هتفيدك. بل كل نجاح لازم يبقى مقترن باللي انا هقوله ده، وهو الصلاة. انت علاقتك ايه بربنا؟ علاقتك ايه بالصلاة؟ كلنا مقصرين، كلنا. الصلاة بتاعتنا ديت يعني زي ما بتقول كده ممكن تقبل بالعافية يعني، وفي مننا اللي ما بيصليش خالص. تعرف ان في علاقة كبيرة جدا ما بين الدين وما بين نجاحك وما بين همك. لو انت آه، بتأخر الصلاة او ما بتصليش، فالفيديو ده ليك. ولو انت مكتئب وعندك هموم الدنيا كلها، عندك الامراض النفسية كلها، فالفيديو ده ليك برضه. انا بصراحة انا جاي اتكلم على الحوار ده لان احنا كمصممين اكتر فئة بتتعرض لاي حاجة من الامراض النفسية، بحكم انك انت بقى شغال في البيت، بحكم انك انت منعزل، بتحب تنعزل عن المجتمع علشان تقدر تركز، او انك انت شغال بقى خلاص ليل نهار انت حاطط فكرك وقلبك وولائك للشركة اللي انت قاعد فيها. فدي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. اولا لو انت شغال في بره شركة، ساعات بتتحط في بيئة، البيئة دي بتجبرك انك تنشغل تماما. مش بتأخر الصلاة، انت ممكن ما تصليش اصلا، وتنخدع عن المقابل اللي بيجيلك. يعني المقابل اللي بيجيلك من الشغل ده، خلاص انت توهمت انك انت خلاص انت ما عدتش عايز حاجة. ربنا قال: كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. امتى يطغى؟ لما تستغنى، خلاص انت مش محتاج الصلاة فتطغى. خلاص انت مش محتاج، فلوس جات لك او مراتبك مجزي، خلاص بقيت صاحب مكانة في الشركة، خلاص بدأت انك انت تعمل حاجات كتيرة جدا، فانت خلاص بدأت تستغنى. ممكن ما تصليش شهر، ممكن ما تصليش خالص. فربنا قالها. انت خلي بالك، كل حاجة ربنا قالها في القرآن. والله يا جماعة انا مش مرتب يعني. بص، اللي انا حاسه هقوله، اللي انا شايفه هقوله، لان انا يعني دايما بحب اللي انا حتى لو متابعني في القناة، احساسي وشعوري في اتجاه حتى المعلومة بقولها لك. فانا بقول لك ان ده الفيديو ده من اكتر الفيديوهات اللي انت محتاجها، لانك انت لانك انت مش هتعرف تمشي في الحياة ديت الا لما تبقى معاك ربنا. من غير ربنا مش هتعرف تمشي. طيب انت دلوقتي ما بتصليش ليه؟ ما بتصليش. طيب مش هقول لك ليه ما بتصليش. تعرف ان الهم اللي عندك دلوقتي بسبب انك انت مش محافظ على الصلاة. ولو انت من الناس اللي هي معها خلاص مش، ما فيش عندها مشاكل ومن غير صلاة والكلام ده، فده مشكلة كبيرة. ده بيقف بعدين يعني، ده بيجي في يوم كده خلاص المصايب بترخ عليه. آه، انا بتكلم دلوقتي لو انت من الناس المهمومة اللي عندك اكتئاب، عندك اكتئاب حد، او امراض نفسيه، تفكير مفرط، اي حاجه بقى من الحاجات ديت، في مشكله عندك مع ربنا. ذنوب كتير مره في مره. انت على فكره لما بدات تسيب الصلاه انت ما سبتهاش مره واحده، واحده في واحده في واحده كده لحد ما سبتها خالص. ربنا بيقول: ما زال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسف، ما زال اقوام يؤخرون حتى يؤخرهم الله. الناس اللي بتأخر الصلاة، ده اللي بيأخر ما بيسيبهاش، لا اللي بيأخر، اللي بيأخر بس عن ميعادها كده. يعني يصليها يصلي الظهر كده قبل العصر بربع ساعة كده، ولو ما لحقهاش هي يلا مش مشكلة، تتعوض في المرة الجاية. ما زال أقوام يؤخرون الصلاة حتى يؤخرهم الله. هيأخرك. يعني انت لو انت من الناس
اللي هي بتعمل كل اسباب النجاح وبتنجحش بسبب انك انت مؤخر الصلاة. بتعمل كل اسباب انك تبقى كويس وتبقى سعيد ومش عارف بسبب انك انت مؤخر في الصلاة. ولو انت دلوقتي حالتك المالية كويسة وعندكش مشاكل، انت عارف لو انت صليت هتبقى النجاح اللي انت فيه ده يعتبر مش نجاح. النجاح هتشوفه ازيد لما تيجي تصلي. هتقارن ما بين انك انت تبقى بعيد عن الصلاة وقريب من الصلاة، هتقارن والمقارنة هتبقى واضحة. فتأخير الصلاة هنا بتأخر لك كل نجاحاتك، وبتلاقيك مهموم وزعلان ومكتئب، في واحدة وكمان الشيطان يعني سبحان الله بيزيد. يعني خلاص هو شايف ان واحد ما بيصليش فبيزيد لك في همومك، بيزيد لك في فشلك، بيعرفك انك انت فاشل، بيعرفك انك انت لا، انت غلط في، يعني انت مش هتعرف تقوم. ولما تيجي ترجع بقى للصلاة هتلاحظ انك انت الصلاة بقت تقيلة عليك. بص انا هقول لك خطوات عملية، بس تعال نشوف الاثر ترك الصلاة اصلا ايه في حياتك. حياتك بتقف حرفيا. بتيجي في يوم من الايام مش هتعرف تعمل اي حاجة. هتيجي في يوم من الايام هتبقى مخنوق ومتضايق ومهموم ومش طايق نفسك وقافل على نفسك وهتقعد بص، هتحس انك انت ومش عارف السبب. انت يعني ممكن تبقى انت اصلا قاعد ومش عارف السبب. لا هو بص، بعدك عن ربنا. طب صاحبي فلان ولا بيرقعها وبص معاه شركة كذا كذا كذا، انت ما تعرفش ايه البلايا اللي بتيجي بتصيب الانسان ده. اكيد مش هيعدي، اكيد اكيد. ولو ما عداش في الدنيا ده خير، احسن لما يبقى في الاخرة لأن الاخرة ده حكاية تانية. اصلا انا بتكلم على الصلاة، يعني انا مش بتكلم على ذنوب عادية، انا بتكلم على اساس الدين اصلا اللي احنا مضيعينه. ونشكي دلوقتي، بنشكي من الاكتئاب وبنشكي دلوقتي من التفكير المفرط، وشايفين ان العلاج استحالة يبقى في الصلاة، استحالة يبقى في الدين. لا انا محتاج دكتور نفسي، استحالة. انتوا بتقولوا كده. يعني اعرف ناس والله يعني بقول ايه علاقة الاكتئاب بالدين؟ هو اصلا مفيش اي معنى للاكتئاب الا ان هو بسبب بعدك عن الدين. قال الله: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. معيشة ضنك ده اللي هو مشاكل، هموم، حوادث، ابتلاءات. ليه؟ لانه هو اصلا معرض. هو مطنش جامد. يعني الصلاة ده او الذكر ده اخر حاجة. يعني متخيل الانسان اصلا جه الدنيا ده علشان يعبد ربنا ويمشي برضه ويشتغل وكل حاجه. بس انت مش الاساس، انت مضيعه وشغال بقى بتكمل نجاحاتك. ومشكلة لما ربنا بيديلك بتنسى، وده اكبر مشكلة. احفظ الله يحفظك. انت ما حفظتش ربنا، معرض لاي حاجة. ده الرسول اصلا قال: ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. انت عارف طرفة العين ده ما بين رموشك دي تنزل وتطلع. انت متخيل؟ يعني ربنا بيقول انا مش عايز يا رب تاكلني الى نفسي، ما سيبنيش لنفسي طرفة عين. اما انت دلوقتي متساب لنفسك فيصيبك اي مرض نفسي اصلا، اي حاجة، وبتزيد. طيب ايه العلاقة؟ يعني ايه الحل؟ الحل انك انت تفصل دلوقتي حالا، تقوم تصلي. ارمي كل احساسك بانك انت مش عارف تقوم تصلي ده، ارمي احساسك ده خالص. قوم صلي. انت لو مش مصلي دلوقتي الفريضة اللي عليها الدور، قوم صليها دلوقتي حالا. قوم اتوضى وصلي. طيب انا حاسس مش قادر اصلي، حاسس ان انا عايز بس والله ما قادر. بص، هو الذنوب كده، هي الذنوب كده. انت دلوقتي محمل ذنوب كتيرة جدا. ومش الصلاة ده لما بتضيعها بتضيع حاجات كتيرة جدا بقى. تفضل تعمل في معاصي 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 معاصي
الذنب يزيد 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 يزيد، مفيش حاجه بتكفر عنها اصلا. يعني انت بتقعد تحمل ذنوب ومفيش حاجه بتكفر عنها، مش بتشيل. اذا كان ربنا بيقول، الرسول بيقول: تحترقون ثم تصلون الصبح فيغفر الله لكم، ثم تحترقون فتصلون الظهر فيغفر الله لكم، ثم تحترقون حتى تصلوا العصر فيغفر الله لكم، ثم تحترقون حتى تصلوا المغرب فيغفر الله لكم، ثم تحترقون حتى تصلوا العشاء فيغفر الله لكم. وتروح تنام وانت مش عليك اي حاجه، مفيش فيك اي ذنوب. ليه؟ لانك انت بتصلي. والرسول بيقول يعني المعنى الحديث ده كده، ان اصلك انت بتروح تصلي وبتعمل ذنوب. يعني ايه تحترقون؟ انك انت اصلا شغال ذنوب اصلا، ماشي كده ذنوب في خلق الله. رغم كده ان ربنا الرسول قال: تحترقون حتى تصلوا الظهر فيغفر الله لكم. ما بين الصلاه والصلاه كفاره ما بينهم. فانت اصلا انت بعيد عن التكفير السيئات اصلا. انت مضيع الصلاه، فبدات انك انت اصلا تعمل ذنوب تانية غير الصلاه، ذنوب بقى، وبتزيد ما بتقلش. وده مشكله، ده مشكله. ان العبد لا يحرم الرزق، ان العبد لا يحرم الرزق من ذنب يصيبه. انت بتتحرم من حاجات كتير قوي 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 بسبب انك انت اصلا ذنوبك كتير. شوف ده دقق كده: ان العبد لا يحرم الرزق من ذنب يصيبه. الرزق ده مش شرط فلوس، ده سعادة وراحة البال والخناقات اللي بتعملها في البيت، وغير كل حاجة. كل حاجة بتحصل لك وانت بتعرفش ايه اللي بيحصل لي، وتقول: لا انا معمول لي حسد، انا معمول لي سحر، انا معمول لي معرفش ايه. لا لا، مفيش الكلام ده. الكلام انت علشان بعدت عن الصلاة وقعدت فترة انت متهيأ لك انك انت كده كويس. قعدت فترة انك انت متهيأ لك انك انت كده ربنا راضي عنك، وانك انت بص الايمان والحلاوة في القلب مش في الطاعة. يا عم مفيش الكلام ده. انت كمصمم قاعد في البيت، اول حاجة محتاجها انك تصلي. مش هتعرف تقعد كده في البيت تشتغل وحياتك كلها شغل من غير تنزل تصلي في المسجد. ايه علاج الذنوب؟ انك اول حاجة تصلي، تعلن التوبة دلوقتي حالا. تقول: يا رب انا تبت، انا تبت. يا رب انا مش عايز اقابلك كده، مش عايز اقابلك كده. يا رب، انا اتعكيت قوي، اتعكيت ومش عارف اخرج، محطوط في اكتئاب ومش عارف اخرج، محطوط في امراض ومش عارف اخرج، محطوط في مشاكل ومش عارف اخرج، محطوط في ديون ومش عارف اخرج. انا ما اعرفش اخرج، لا حول ولا قوة لي الا بك. مفيش، مش ه... يا رب انا مش عارف اصلي. اول حاجة تعترف بذنبك، اول حاجة تعلنها التوبة. ربنا ان الله يحب التوابين، ربنا بيحب التوابين، هيحبك. لو حبك خلاص مفيش مشكلة، هتيجي قدامك. فكنت سمعه وكنت بصره وكنت يده التي يبطش بها. انت متخيل لو ربنا حبك؟ وهيحبك لما تصلي. ولو حبك وانت بتصلي وانت عندك الذنوب ده كلها، هيغفرها لك وهيبدلها لك حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني انت كده اللي فات ده كله تقدر تمحيه خالص بالتوبة. تقول: يا رب أنا تبت إليك. والله وربنا مش بيمل. يعني انت قول: انا عايز اتوب. ربنا عارف، يعني عالم باللي جواك، عايز تتوب فعلا وتتخلص من الذنوب دي، وتتخلص من القعده اللي جابت للواحد شلل. ده شلل. فانت لازم تبقى معاك ربنا. والله يا صاحبي لو مش معاك ربنا هتتعب،
هتتعب جامد، وهتحس انك انت مش عارف تعمل ايه، رغم ان الطريق سهل. والشيطان هيعظم لك وهيصعب لك بقى ايه، انك تقوم تصلي لا، هي محتاجه فاصله زي ما قلت لك من شويه. لازم محتاجه فاصله. قوم دلوقتي حالا تصلي، تتوضا، تصلي، وتقول في السجود: يا رب اغفر لي وتوب علي، توب علي. طيب، بالنسبه بقى للاكتئاب والامراض النفسيه، ايه العلاقه ما بين الامراض النفسيه والدين؟ زي ما قلت لك كده: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. وكمل انت بقى. المعيشه الضنك ده لانك انت دلوقتي حاسس الدنيا واسعه قوي اهيت، الدنيا حواليك واسعه جدا، وانت اضيق ما يكون، تحس ان الدنيا كلها ضيقه عليك بسبب انك بعد عن ربنا، ملاش سبب تاني. الحبايه الاكتئاب اللي انت بتاخدها ديت علاجها في الصلاه، علاجها في الصلاه، انك تشيلها اصلا كده وتخليك في الصلاه. هو معلش يعني، هو اللي ربنا خلقك من بره، هو خلقك من بره، مش خلقك من جوه. هو اللي خلقك من جوه، صح؟ خلق هرمونات السعاده وهرمونات الاكتئاب والقلق والتوتر، وهرمونات البص اللي عايز تقول هقول الامراض اللي انت شايفها اليومين دول. هو اللي خلقك من بره ومن جوه. حتى سيدنا ابراهيم لما حس بالضيق والقلق سيدنا كل الانبياء ما كانش يعرف يتخلوا عن ربنا. الانبياء كان هو اول حاجه اي مشكله كان بيتجه لربنا على طول. حتى لما سيدنا ابراهيم حس بالتوتر والقلق، قال ايه؟ الذي خلقني هو فهو يهدين. الذي خلقني فهو يهدين. اللي خلقني واللي خلق الهرمونات ديت الاكتئاب وده، هو ده اللي هيهديني، محدش تاني. واليه يرجع الامر كله، واليه يرجع الامر كله. وان يمسسك الله بضر، لو في كده ضر عندك، فلا كاشف له الا هو. وان ربنا قادر، قادر يشيل لك الاكتئاب، يشيل لك كل حاجه. صلي، لا صلي، اعمل صالح، اعمل اعمال صالحه، تصدق لو معاك فلوس وفرها كده وحطها في صدقه، حد محتاج. آه، اطلع صلي، خالط الناس. لو انت طب لو انت شغال في شركه، افصل. 10 دقايق دول مش هيوقف. انا بقول لك لو اخرت الصلاه، شوف اللي بيحصل ايه. مثل اقوام يؤخرون الصلاه حتى يؤخرهم الله. هتتاخر على كل توفيق، هتتاخر على كل حاجه انت عايز تعملها، هتلاقيها فاشله مقفله في وشك. طب ليه؟ طب ما تصلي. طب انا بصلي دلوقتي، بدات اصلي. في ناس هتقول انا بدات اصلي وحاسس ان انا وانا بصلي كده مش حاسس ان انا في ضيق برضه، حاسس ان انا مهموم برضه. بص، اكيد مع اول صلاه ليك هتحس براحه في وش. انما انك تبقى متضايق مخنوق مكتئب لسه، يا حبيبي انت لما بتتعور بتحط مرهم يخف في نفس اللحظه. انت اصلا متعور ذنوب، متعور فعلا. يعني انت بعدك عن ربنا وعاملك المعاصي. وبص، بل الانسان على نفسه بصيره. هو عارف، انت عارف انك علاقتك ايه بنفسك. انت اكتر واحد عارف انك انت بعيد ازاي وبتعمل ايه. والصلاة دي انت راكنها، وعلاقتك بربنا ديت، وايه بقى حاطط في دماغك بقى انك انت خلاص. إيه؟ لا، ده ربنا راضي عني. يعني فاهم، ربنا راضي عني وانا اقوى، بس مش عايز تقولها. لا، انت مش اقوى. انت اي مرض بس كده بيحصل بتلاقي عندك خوف. طب والله انا افتكرت حاجة حلوة قوي. انت عارف ربنا قالها برضو، الخوف ده والاكتئاب قالها.
إن الإنسان خلق هلوعا. هلوعا، الهلع أمراض نفسية. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. استثناء الذين بقى هم على صلاتهم دائمون أو يحافظون. إنك أنت بقى بصفة دايمة، مش إنك أنت لا أنا هصلي علشان شفت كده اللي هو عشان الامتحان جاي، فهو عايز إيه يصلي علشان ينجح، وبعد ما ينجح خلاص السلام عليكم طار. لا مش كده. عشان ربنا يعالج لي بقى الاكتئاب اللي انا فيه او التفكير المفرط اللي انا فيه، حاسس ان انا نايم بفكر وقايم بفكر، لا انا هروح اصلي. يا حبيبي صلي وربنا يشوف منك صدق انك انت عايز تصلي. صلة، انت عارف يعني ايه صلاة؟ الصلة اللي هو صلاة، في صلة ما بينك وبين ربنا، في صلة. تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتقول بقى عيش. اما انك انت تبقى عايز تتخلص من مشكلة معينة فتصلي، وبعد المشكلة هو عارف انك انت عايز تصلي علشان تخلص وبعد كده ترجع. هو عارف ان الله لا يحب كل مختال. يعني مختال ايه؟ مستني انا هعمل حاجة دي وحاطط في جواك انك انت عادي ممكن اسيبها، ممكن اسيب الصلاة تاني، وانت اصلا قرب من ربنا. حب الصلاة، حب انك انت تبقى آه تروح تطلب من ربنا في الصلاة. ربنا بيحب السجود. وبلاش التشاؤم بالله. اللي انا بشوفه على الوسائل التواصل، التشاؤم اللي بيحصل ما بين المصممين، وانه خلاص علامات الساعة الكبرى ظهرت معرفش ايه انت علشان اصلا مليان ذنوب فشايف الدنيا سودة. انت عشان مليان ذنوب فشايف الدنيا كلها سودة. انت عارف لو خدت كده واتحطيت مثلا في بلد مثلا فيها ناس بتحفظ قرآن و وناس قريبة من ربنا وبتدعي ربنا وبتصلي، هتحس انك انت هو يوم القيامة لسه بدري، لسه بدري جامد. اما انك انت علشان حاسس انك قاعد وافصل عن السوشيال ميديا، اطلع منه خالص، اطلع من العالم المقرف ده. والله عالم مقرف. اطلع من الريلز انك عمال تخلص كده وقتك على الريلز، وعايز تنجح او عايز تنجز حاجة اصلا. انت لازم تفصل علاقتك بربنا. لازم يبقى في حدود حمراء، حدود حمراء كده لازم تبقى موجود في الصلاة. لازم ما تأخرش الصلاة. ده غير بقى ان النبي تارك الصلاة ده حاجة تانية. يا حبيبي مشكلتك دلوقتي في الصلاة، مش مشكلتك دلوقتي مع الاكتئاب، مش مشكلتك دلوقتي مع التفكير المفرط، مش مشكلتك انك انت تروح تاخد مهدئ مسكن، تروح دكتور نفسي. ان الانسان خلق هلوعا. ربنا اللي خلقك قالك انت اتخلقت هلوع خايف، ولولا انك انت اصلا بتخاف مش هتوب، مش هترجع لربنا. ما انا كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. ما هو انت لو بتبقى قوي كده ما انتش راجع، هتشوف خلاص. ما انك انت تبقى خايف، عندك شوية قلق، شوية تطور، شوية توتر، شوية، خلاص تحس بنقصك وعجزك وفقرك، فترجع تصلي. لما تصلي انا والله اوعدك، وربنا وعدك قبل مني، انك انت كل ده مفيش، وربنا هياخد بايدك. ولو وقعت تاني خدها يعني، ارجع تاني. ان الله لا يمل حتى تمل. انت لما مليت ربنا خلاص هعمل لك يعني، انت ما تملش والشيطان هيوقعك، خلاص مش مشكله. حاول انك انت تعمل اصلا، ما فيش حل تاني. ياما انت رحت دكاتره نفسيين ومحدش عمل لك حاجه، ياما انك انت خدت حبوب وبرضه مش هتفضل طول عمرك في الحبوب يعني. ولو انت عايز نجاح الدنيا والاخره فالصلاه.
اعمل الصلاة، اعمل اللي عليك. قول يا رب الوقت اهو تقوم صلي. قول يا رب انا بقالي كتير ما بصليش، و... وبقالي كتير بعيد عنك. انا اصلا من امتى وانا قريب منك؟ انا بعيد. قولها دلوقتي قبل ما يعني، لو دلوقتي اهو في قلبك، في قلبك دلوقتي. وبعد كده قوم خلص الفيديو ده، قوم دلوقتي صلي. والله يا جماعة، انتوا يعني في ناس كتير قوي محرومة من نعيم الصلاة. نعيم. انا كواحد، انا لما بدأت اقرب من الصلاة قلت يا سبحان الله، هو الناس ديت بصة للصلاة ازاي؟ بصة اللي هي ازاي يعني؟ هي بصة ازاي يعني؟ ولا الشيطان اصلا خلى الناس تروح فين كده؟ خلى الناس تعتقد ايه كده؟ الناس تعتقد ان الحياة حلوة، وان الحياة يعني ايه، انا محدش زيي. فعشان تبقى ليك قيمة صلي. مش هطول عليكم اكتر من كده وبس. وما تنساش تتابعني بقى على القناة مالك توتوريال لو انت مش متابع. وتنساش تدعيلي، وتنساش تصلي. دي اهم حاجة والله، وده اهم فيديو هتشوفه في فيديوهاتي انا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.